السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا أغلى متابعة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله كامل تكونوا بخير على خير. أنا راني في نعمة الحمد لله. كما كنت تشوفوا معايا اليوم جبت لكم وصفة مشهورة عندنا في الغرب وكامل نحبوها، هي الكيران. نقولوا كارنتيكا، كاين اللي يقولوا قرنطيطة، يعني حنا في معسكر نخدموها كيما هكا وتجي بنينة كيما تاع المحلات. ننصح أي وحدة شافت الفيديو تجربها. هنايا تجيبي الباطا تاع الكيران تاعك، تبغي تشري بالميزان وبيان تشري تاع الساشي. يعني أنا درت الساشي من بعد كي نعدلكم لا مارك تاع الساشي. تشوفي تعبري بالكيل، يعني كيلة تاعك. تجيبي كاس كيما أنا هنايا كيلت بهذاك الكاس اللي شفتو عندي تاع الإينوكس، تكيلي بيه. عندك حساب هذا عبر ديما تديه. عندك كاس تاع حمص مطحون و3 تاع ماء. الماء كيفاش يكون دافي قريب للحامي، يعني قريب للساخن ماشي بارد هكا. كما تلاحظوا معايا تبقاي تخلطي شويه. الا عندك الفوي تستعمليها احسن. كاين اللي يخدمها بالبراميكسر، انا ما نحبش تجيني بيضه وما تجيش شابه. هذه بلا بيض تجيك روعه. تبعوا معايا الشيرات نعاود لكم. عندك عبر تاع حمص مطحون، 3 عبار تاع ماء دافي هاكا. فوالا تبداي تخلطي بشويه بشويه حتى تكتلي كامل هذوك الحبيبات. والسر تاعها كامل في التخلاط. وإلا عندك الباتير ثاني تخلطي به. هي كل ما زالت هذيك الرغوة الفوقانية كل ما زادت تجيك شابة في الطيب، تجيك شابة. ولازم تكون عندك كوشة تاع زنق، نقولوا كوشة تاع قصدير، ماشي في الكوزينير. إلا عندك كوزينير تشعل نار قاوية ماذا بيك. إلا شفتي الكوزينير تاعك لا هاك وهاك، من الأحسن تطيبيها في الكوشة تاع القصدير. كيما أنا عندي كوش تاع فور السعادة، يعني طيب ما شاء الله. كما تلاحظوا معايا انايا درت العبر تاعي تاع الماء. غادي نزيدو شويه تاع ملح، هاي نص مغرف ملح. والملح يبقى اذواق اللي تنجم الذوق. هي اللي قد تجي مالحه نعطيك استيوس. كيما انا هنا نذوقها نورمال نخلط بالملح. كي نشوفها شغل فايته شويه ملوحيه فما نعرفها بلي نيشان. بصح كي تشوفيها بلي راهي نيشه في الملح غادي كي طيبيها تزيد تنقص الملوحيه تاعها. وهذه طريقه راني مجربتها، نديها من عندي. ونزيدو ربع هذاك الكيلة زيت. أيوا خلطي سيداتي، حنا الشعب سجل في التخلاط. معليش. إن شاء الله تاكلوها بالصحة والهنا. ورانا أجواء شتوية ما شاء الله، ربي يديم علينا هذه النعمة ويجعله غيثا نافعا يا رب. هنا بجهة خليتها، روحت جبت البلاطو اللي غادي نحط فيه. كيما أنا عندي هذه المغلة يعني طيب ما شاء الله. شوفي هي أسيس تاعها باه ما تلصقلكش، ديري شوية زيت في البلاطو تاعك وتدخليه ماء في الفرن. المقطع راح لي للأسف. ديريه يحمى في الكوشة، كي تشوفيه حمى خرجيه وفرغيه ديريكت الكيران تاعك. فهاكا تضمني ان الطبقة التحتانية ما تجيكش ناشفة ولا، يعني تجيك روعة على ضمانتي. سيوها وخلوها طيب. الكوشة تاعك تكون مزيدة قبل ربع ساعة، تكوني شعلتها ومزيدت لها كي من تحت كي من الفوق. في زوج شعلي لهم ضربة واحدة وخليها طيب. ما تشدلكش ميم ربع ساعة وانتي تكوني وجدتيها. لاحظوا معايا هنا غادي ندخلها. كاين هنا استيس فاني كاين اللي تحب دير الزيت فاني من الفوق تجيك طبقة شابة تاع كي تاع برا. راني نقولك تدخليها طيب من التحت ومن الفوق ضربة واحدة وانتي فما تعرفيها لا شحال. غادي ندخلها هنايا في الكوشة كيما غادي تلاحظوا معايا. احنا ما بانش الفور ما بانش غاية مزيدت له حده كي تحت كي الفوق. هذه هي لا مارك تاع اللي خدمت بها انايا. هاي هنا بعد ما طابت قسموها ونحطوها. تبغي تخليها تزيد تبرد شويه تبقى في روحها، انا يبوها لي هكا جاريه حطيتها انتي والمذاق تاعك. لو وصلتي حتى لهنا نتمنى انك تدعمي القناه بجيم وسبسكرايب واشتراك عفوا وتعليق شباب كيفكم الشيرات. ما تنساونيش من صالح الدعاء ونتمنى لكم شهية طيبة
وربي يحفظ بلادنا ويبعد عليها الحساد والحقاد، اللهم آمين يا رب. سلام.